السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم بغيت نشارك معكم الصفه باللحم. تتجي معسله وتتجي فيها الطيبه ديال القرفه، والمهم تتجي غزاله وبنينه. الصراحه الوصفه شفتها في اليوتيوب ديال ناديه زطيبل وجربتها وعجبتني بزاف، جات خطيره، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. غادي نردو اللحم هو الاول يطيب عاد باش نرجع ندير الصفه تفور. نديرو الزيت غير شوفوا درت انا غير جهد واحد المعلقه كبيره، غير زيت الروميه عاديه. لحقاش علاش المهم نتوما غديروا زيت الروميه، انا عندي ليدان. البارح كنت مطيبه وهاد الليدان هذا نقصته من الطنجره، هو غادي نطيب به، تيجي زوين الصراحه. غنطيب هاد الليدان هذا. غادي ندير شويه ديال الخرقوم، السكينجبير والبزار وزعفران الشعره. انا ما متوفرش عندي، هو نورمالمون زعفران الشعره اللي خصو يدار. غادي ندير الطامه. غنديرها شويه، ما نديرهاش كامله. صافي درت اللحم فوق هذيك العطريه. نخليه غير يتلبس بهذيك العطريه، وغندير ليه البصله. درت 2 بصلات متوسطين مشلضين رقاق، ودرت عندي هنايا 2 عواد ديال القرفه، وعندي هذا معدنوس مربط، وعندي البصله. غادي نزيد البصله، غادي نخلط هاد البصيله هادي عاد باش ندير هذاك الربيع في الجنب والقرفه عواد. الملحه بحال ديما رانا تنسهر عاد درتها. ما قلت لكمش على اللحم راه تنديرو بهذاك ديال الكباب. هانتوما طريفات صغار بحال هكا، تقدروا ديروا طريفات كبر من هكا. المهم اللحم مقطع غير الهبره. دابا غادي ندير قرفه عواد، وغادي ندير هذاك القزبر مربط بحال البصله تقطعتياش، وغادي ندير المغليان. كتبان لي واقيلا الطنجره عندي صغيره، الا تكفى هادشي هذا غنحولو لوحده اخرى كبر. صافي دابا غنغطيه عليه يطيب على خاطر. دابا غادي ندير الصفه. عندي هنايا نص كيلو، عندي نص كيلو ديال الصفه. كيف ما عارفين كاملين خصنا نلبسوها بالزيت الروميه، وغنديرها تفور الفوره الاولى ثلث ساعه. من بعد ما دوز ثلث ساعه غادي نخوي فيها الماء طايب من المقراج نيشان للبرمه. الكسكاس ما نحيدهاش ونخليها تزيد واحد شويه، عاد نجبدها نخدمها بالماء بارد. انا هذه هي الطريقه ديالي ديال الصفه. يعني هذه غنديرها تفور بالزيت هكا ثلث ساعه، وفاش تطلع معها الفوره مزيان دوز ثلث ساعه غنخوي الماء طايب من المقراج نيشان في الكسكاس، وهو غادي يهبط داك الماء في البرمه، وغنخليها تزيد واحد القسمين ولا حتى لربع ساعه، عاد نجبدها ونخدمها بالماء بارد. انا راه حولت اللحم في الكوكوط حيت غلات وتكفحات ليا من ديك المقيله كانت غير صغيره، ولكن راه ما غاديش نسدها، يعني ما غنديرش الصفاره، غنخليها غير هكا مقلوبه. اللحم عندي صغير يعني دغيا غيطيب. دابا غادي ندير الصفه ندير الصفه تفور ونرجع معكم.
عندي هنايا المشماش ماشي بزاف هانتوما، شي حبات اللي محسوبين. درت فيهم 2 معالق ديال السنيده، هي السنيده باقا تتبان هنا، 2 معالق كبار ديال السنيده، وكاس ديال الماء العنبه غنديرهم باش يتعسلوا. وعندي هنايا مشماش واحد اخر اللي غادي نزيدو على اللحم اللي غادي نقطعو، نوريكم الطريقه. وعندي هنا شويه ديال اللوز اللي فسختو خليته يتسقطر باش نقليه. هانتوما المشماش غادي نقطعوه بحال هكا. هذا غادي نزيدو على اللحم ملي صافي غادي يطيب هذاك اللحم وينشف ويتدغمر، عاد غنزيد عليه هاد المشماش هذا. المشماش من بعد ما تعسل هانتوما، وهذاك اللوز رانا فسختو وقليتو، كشتوه مفسخ قليتو، وهذا طحنتو ونحتاجو من بعد. وهذا السيرو هذا ديال فاش عسلت المشماش هو غنحتاجو. الصفه نخدمها المره الاولى، هنايا هاد المشماش هذا اللي قطعت اللي غنزيد على اللحم، راه رطبته في الماء. عرفتو عندي النمل، ما عرفتش شنو غادي ندير معاه. النمل كبير، من العشيه تيبان عندي في الدار. دابا غادي ندير الماء بارد وفيه الملحه، غير تبرد شويه ونخدمها بيدي، نحلها كامله ونردها تفور الفوره الثانيه. نطلعوا على زيتها على الكوكوط. وهانتوما من بعد ما خدمت الصفه تجي زوينه الصراحه، يعني كل زغبه بوحدها. غادي نردها للكسكاس، ونردها تفور الفوره الثانيه. انا ما تنكثرش ليها الماء الصراحه باش طيب، بخاطر ما تنبغيش ندير فيها الماء الطايب تجيني بحال الا ما عرفتش، تجيني بحال معجنه شويه. تنطيبها غير بهذه الطريقه هذه اللي قلت لكم، ولا دغيا تتوجد. دابا غادي نخليها تفور واحد ربع ساعه حتى لثلث ساعه ونعاود نخدمها. دابا غادي نصايب باش غادي ندهن الصفه. عندي هنايا 4 المعالق صغار ديال الحليب بودره، خلطهم مع شويه ديال الماء بارد، تيولي الخليط ثقيل، بغيتو انا حليب ثقيل. دابا غادي ندوب الزبده اللي غادي تكفاني باش ندهن الصفه، وغادي نزيد عليها هذا الحليب هذا وندهن الصفه. يعني الصفه غندهنها بالحليب والزبده ديال سونطرال. اللحم راه صافي طاب، خصو غير يشرب. غادي نحيد هذاك الربيع، نعصرو باش يطلق البصاره والريحه ديالو. حتى هي نحيدها. صافي غادي نخوي الماء لهاد المشماش ونولي كنتعاود. صافي غنخليه دابا محلول، ماشي نسدو باش يشرب وباش هذاك اللحم يتحمر في اللون ديالو. كنت ديما تنقول لكم الطنجره، قلت غادي نخلي الطنجره محلوله باش هذاك سميتو اي حاجه دائما الطنجره باش نخليوها محلوله. داك اللحم ولا الدجاج تيطيب تيتحمر تيولي اللون ديالو اللون ديال التعليكه، يعني قهوي، تيبقاش صفر هكا. الطنجره ها نتوما هي راه بدات تتعلق، شفتوا اللون كيتبدل حيت بقات مفتوحه. دابا غادي نخدم الصفه المره
الثالثه. دابا الفوره الثالثه هذه. دائما الماء بارد وفيه الملحه حتى تبرد شويه باش نخدمها بيدي. دابا نتوما داكشي راه بدا تيتسم. غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال العسل، من الاحسن يكون عسل حار. غادي نزيد شويه، اللي ما متوفرش عنده يقدر يدير السكر. فكنخلي المعلقه هكا حتى تسكر. صافي اللحم ها هو نتوما القليدام ديالو. غادي نطفي عليه دابا نتوما، وغادي ندير الزبده. صافي راه الصفه، دائما تنبغي نقول الصفه وتنقول الزبده. غنجيب الزبده من فوق البوطه باش نزيد عليها الحليب ونسقيها. الزبده ها هي عندي انا، الزبده ديال سونطرال. غادي نزيد عليها هذاك الحليب. غادي نسقي السفه ما حدها سخونه. صراحه انا مجرباها بهذه الطريقه تتجي بنينه ولذيذه. غادي نزيد فيها واحد المعلقه ديال السكر، كتبقى اختياريه. سكر كلاصي. تنبغيش ندير السكر عاده، ما تنديرش السكر لحقاش تجي ميها، داك السكر تيرجع ما. غادي ناخذ نص الكميه ديال هذاك اللوز اللي رديتو كومكاسي. هذا غنخليه غنديرو من الجناب ديال الطبسي. وغادي ناخذ شويه من هذاك العسل، داك السيرو فاش عسلنا المشماش، وغادي نخلط باش نعمر هذاك المشماش بهاد لاباط هادي. غادي ناخذ مشماشه نفتحها وندير فيها شويه ديال اللوز هكا. غنبقى نعمرو على هذا الشكل هذا حتى نسالي كاع الحبات اللي عندي. غادي نحط الصفه في هذا الطبسيل هذا. غادي ندير الطبقه ديال الصفه باش ما يبقاش يزلق ليا الطبسيل. ندير الصفه بحال هكا، نعمر الجناب كاملين. وغادي ندير اللحم غادي ناخذ شويه ديال الليدان نخويه هكا من الجناب.
نزيد الطبقه الثانيه بحال هكا. هذاك اللحم خصو يبان من الجناب، الا ما بانش من الجناب غادي نزيد انا واحد السطير ديال اللحم. كاع البلايص اللي مغطين زدت فيهم اللحم هانتوما. وصافي غادي ندير نشلي يدي ونرجع. خليك يلا. غادي ندير دابا اللوز من الجناب هكا. غادي نزيد شويه ديال اللحم من الفوق. غادي ناخذ شويه ديال الليدان ودابا غادي نزين بالمشماش اللي عمرت باللوز. هاد الطبق هذا ممكن يتحط كطبق رئيسي ماشي طبق ثانوي، يعني غيتحط للضياف هكا بوحدو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. هانتوما كيفاش يجي، صراحه تيجي زوين شكلا ومضمونا الصراحه. نتمنى يعجبكم ونتمنى تجربوه وتردوا عليا في التعاليق، والى فيديو قادم ان شاء الله، وبسلامه.